مع حضراتكم من اسبوعين قلنا لحضراتكم ان بعد ما الامور كانت قريبه جدا ما بين رمضان وبين الزمالك وترجعها لنهايه الموسم، بيراميدز اتحرك بسرعه جدا عشان يبقي على رمضان داخل جدران بيراميدز ويجدد عقده اللي ينتهي بحلول عام 2025. بعد ما كانت الامور كلها قريبه جدا وخلاص قاب قوسين او ادنى من امضاء العقود ما بين بيراميدز ورمضان لتجديد عقد وتعاقده مع بيراميدز، توقفت الامور لان حصل جديد من الزمالك اللي كلموا وضغطوا على رمضان جدا انه يرجئ اتمام التعاقد وتجديد تعاقده مع حين وجود جلسات اخرى مع الزمالك املا في اقناع ومحاوله اقناع رمضان انه ينتقل الى نادي الزمالك. حتى الان رمضان لم يبت في انتقاله الى نادي الزمالك بشكل كامل او بنسبه 100% او ما اداش الضوء الاخضر لمسؤوليه ان هو هينتقل مع نهايه الموسم الحالي. حتى الان رمضان لم يجدد تعاقده مع فريق بيراميدز. حتى الان الوجهه الاقرب لرمضان صبحي هي تجديد وتمديد تعاقده مع بيراميدز ليمتد ل4 مواسم مقبله